عاقبة تؤرخ جميعها بعصر الأسرة 26 وودائع أساس تخص أحد تلك المباني هو آخر الطبقات الأثرية بالموقع، وبتشمل نموذج صغير الحجم للوحة من الفاين تحمل اسمي، واللي كان بيعرف باسم آماسيس، وهو من ملوك نهاية الأسرة 26. You speak up. كده احنا بدأنا البث المباشر بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح واللي ليها علاقة بالسياحة. هنرجع بقى للحواديت بتاعتنا، فلازم أول حاجة نرجع نتكلم عنها هتكون الإجراءات العلاجية. بيشير ما جاء في بردية إبرس إلى تقدم طب الأسنان عند المصريين القدامى، ومن ذلك توصية بحشو السنة بخليط من الملاخيط والصمغ. واكتشف هيرمان يونكر تثبيت سنتين مع بربطهما بسلك ذهبي، وهو أول ما عرف من عمليات الجراحة التعويضية في التاريخ. أضف إلى ذلك الفك اللي عثر عليه صنعت لتصنيف دراجات بالأسنان، تم بأنواعها على أيدي كهنة الآلهة سخمت المتخصصين من جراحة صغرى وجراحة كبرى. هناك عمليات الختان، فتح الخراجات، وهناك عملية دربنة كان تخدير يتم قبل إجراء الجراحة. بعد كده تخاط الجروح بعد انتهاء الجراحة وتعالج أو باللحم الحي والأعشاب القابضة والعسل. لم تذكر لنا اللفائف الطبية شيئا عن جراحة العين، ومع ذلك كان هناك تمييز واضح بين علاج العين الظاهر وعلاجها من الداخل، والأخير ده كان بيجرى بواسطة ريشة نسر استعملت كقطارة، ودي تعتبر أول قطارة عرفت في التاريخ. لعل هذا هو ما أراد أن يمثله الفنان واللي زين مقبرة إيبي في طيبة الغربية. اللهم إلا إذا كان الفنان بيقصد برسم هذا انتزاع جسم غريب نتأ من تابوت إيبي، فدخل في عين أحد العمال عن طريق أداة تشبه المرود الطويل. عرف المصريين القدامى الجبائر في حالات الكسور البسيطة والمضاعفة، بل وحتى المومياوات اللي أصيبت بكسر ما أثناء عملية التحنيط الطويلة كانوا يجبرونها هي الأخرى حتى تلقى ربها وهي في أكمل صورة جسمانية.
تشير بردية أدوين سميث إلى القدرة على التفرقة في التشخيص بين الكسور والنقل، أما الجبائر كانت من قشر الخشب أو من الغاب المغلف بقماشا من الكتان تتصل بعضها بالبعض الآخر عن طريق أربطة كان العضو المراد تجبيره يتلف بيها، على أن يراعى أن تمتد الجبائر إلى المفصلين في أعلى وأسفل الكسر. وبتشير البردية لعلاج كسر للترقوة، بتقول: إذا فحصت رجلا مصابا بكسر في الترقوة ووجدت بها قصرا فقل هذا مرض وسأعالجه، وألقيه على ظهره، ضع بين اللوحين وسادة حتى يتباعد جزء ويرجع العظم المكسور إلى موضعه، ثبت وسادة من الكتان على الجانب الداخلي من دراعه، ضمده بالإيمارة والعسل في الأيام التالية. كانت الخراجات والدمامل تعالج بثقبها وتصفيتها، إما بواسطة شرائط من الكتان وإما بقمع من الغاب، وكانت بتولى عناية خاصة لانتزاع كل بقايا الأورام تماما خوفا من أن تعود مرة أخرى. هذا وقد عرف المصريون وقتزاج عمليات التربنة. هناك 3 جماجم من العصر الفرعوني بها ثقوب مستديرة ذوات حواف ملساء، يحتمل أنها تكون نتيجة لهذه العمليات. ورابعة يعتقد الآن أنها ضمور سببوا الشيخوخة. في تعليق جالنا واحد كاتب: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا وكانوا به يستهزئون. الله يتحسر الآن، الملحدين يستهزئون برسله وآياته. تبا لكم يا ملحدين، أليس في قلوبكم رحمة؟ ألا تشعرون بحزن الله؟ مش عارف دي آية من القرآن ولا ده هيكون ذكاء اصطناعي. استعمل المصريون أنواعا من المشارط مختلفة، وكمان أنواعا من الكلابات آلات الكي، ولكل منها استعمال خاص في مرحلة معينة من العملية لا تتعدى إلى غيرها. يحتمل أن تكون بعض هذه الأدوات والمعروضة في المتاحف المختلفة واللي بنطالب بإعادتها إلى مصر وتكوين متحف طبي خاص بالحضارة المصرية القديمة، زي المشارط المستقيمة، المشارط المعوجة ذات السلاح المنعكف قريب الشبه بطاقية فيريجيا، والملاقيط المستقيمة والمعوجة ذات الحواف الملساء، وأخيرا الكلابات المسننة ذوات حلقة بتحد من فتحها وبتحكم إمساكها. أما النار كانت تستخدم في